مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح أعمل معكم داوود باشا أكلة طيبة كتير، وإن شاء الله رح تشوفوها وكتير رح تحبوها إذا جربتوها بإضافة بسيطة اللي هي إضافة البطاطا. اليوم أنا أضفت معها البطاطا، أعطاها طعم كتير مميز. بسم الله نبدأ. أول شي حطيت معلقة من السمنة وأضفت ما يعادل معلقتين من الزيت النباتي، خليته يحمى شوي. بعدين أضفت عليه قطع اللحمة، طبعا هي على شكل كرة، ممكن تعملوها بالكفتة. أنا هون عندي اللحمة جاهزة، أضفتها فوق الزيت والسمنة وراح أخليها تتحمر وأقلبها على كل الجوانب. طلعوا لونها هيك كتير حلو صار. بعد ما شوحتها للحمة وأخذت احمرار على كل الجوانب، شلتهم من المقلة وراح أكمل الباقي. نفس الطريقة بقلبهم وبشيلهم، وبهيك بنكون ستويناها نص استوى للحمة. وهلأ نفس الزيت اللي قليت فيه اللحمة راح أضيف عليه راس بصل، طبعا فرمته فرم ناعم وخليه راس كبير شوي لأنه طعمة البصل كتير طيبة معها. بعد ما تحمر عندي البصل أضفت عليه سنين من التومة وحركتهم كتير كويس. أضفت هون عصير 4 حبات من البندورة، ضربتهم على الخلاط وأضفتهم فوق البصل والتومة، وأضفت معلقة من معجون البندورة، وأضفت كاسة من المية، وراح أخليهم يتسبكوا مع بعض. عندي أنا هون أضفت الملح وأضفت البهارات والفلفل الأسود وحركتهم مع بعض. طبعا أنا هون عندي بطاطا، هاي الإضافة كتير مميزة وتعطى الطعم كتير طيب. قطعت البطاطا على شكل مكعبات صغيرة وأضفتهم فوق البندورة، وراح أترك البطاطا تستوي مع البندورة. وأضفت هون قرن من الفلفل الأخضر، طبعا هاي اختيارية، وأضفت ما يعادل نص معلقة من الفلفل الأسود. راح أغطيهم هلأ وأتركهم يستووا مع بعضهم. بعدين بضيف عليهم اللحمات اللي قليتهم وبتركهم لحد ما يكملوا استوى مع الطبخة البندورة والبطاطا. فلفلت أنا هون شوية رز حبة طويلة، طبعا نقعتهم، حطيت شوية زيت وحطيت الرزات فوق الزيت. بعد ما حمي الزيت وحركته شوي فيه أضفت ملح وأضفت المية، تركتهم يستووا، وهيك شكلها النهائي صار جاهز. ما أحكي لكم عن جد عن الطعمة كتير طلعت طيبة، وبتمنى إنكم تجربوها وأكيد راح تحبوها. وإذا حبيتوا ممكن تزينوها بالمكسرات، بنقدمها سخنة. بتمنى إذا عجبتكم إنكم تجربوها وتحكولي رأيكم بالتعليقات، وبتمنى منكم اللايك والشير والسبسكرايب.